شكرا لكم. الرحمة لشهداء العراق، الرحمة لشهداء سنجار. بداية حديثي هذا وقبل أن نبدأ به نشكر دعوة الشبيبة لنا، كما أعتذر نيابة عن الأستاذ عمر صالح لكونه مشغول ونحن مكلفين بلقاء الكلمة. نحن باسم حزب الحرية والديمقراطية وباسم كافة العشائر المتواجدة في منطقة سنجار اللي تابع السنوني والقرى الحدودية اللي متكونة من 19 قرية ندعم هذه المبادرة، ونحن جاهزين ومادين يد العون ودعمهم معنويا وماديا وبكل ما نستطيع أن ندعم به شبابنا لكي ننهض وينهض أهالي سنجار. كما نشكر كل الأخوة والأخوات وكل شيوخ ووجهاء المنطقة الذي سعوا بهذه المبادرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء، ولذلك الشباب بحاجة إلى من يدعوهم يشجعهم مساعدتهم في اكتشاف مواهبهم. دائما يحاولون السيطرة على عقول الشباب من خلال مصطلحات الديمقراطية والإنترنت والبوبجي اللي منهم من تفكير وجعلهم على أرض هشة يزرعون فيها كيفما أرادوا. كون الشباب هم يخافون من هذا منهم. الأرض وهم من يقومون ببنائها ويسعون لازدهارها، فلا حياة من دون الشبيبة. أن الشبيبة هم أمل الحياة. الشباب دور كبير في التنمية وبناء المجتمع، ولا يقتصر دورهم على مجال محدد، بل لهم دور في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنظيمية. الحماس الفكري لدى الشباب والطاقة الجبارة التي يملكونها تساعدهم بشكل كبير نحو التقدم والحيوية في التفاعل مع مختلف المعطيات السياسية والاجتماعية المتغيرة. لذلك يجب على الشبيبة في المناطق الحدودية أن يلعبوا دورهم في جميع المجالات ولا يطوقون أنفسهم في مجال محدد، لأن هم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع الحر المفعم بالحيوية والنشاط. أيضا لهم دور مهم في مجال السلام والأمن والاستقرار. يجب على الشبيبة أن يلعبوا دورهم في التغيير الواقع المرير الذي يعيش فيه أهالي المنطقة وإعادتها إلى حقيقتها. أيضا يجب عليهم القضاء استفتاحية حركة الشبيبة لهذا القاطع كلياته كقاطع حدودي. بالبداية نبارك لهم كلياتهم، ومشان هيك يعني حركة الشبيبة بهذا القاطع لها دور مهم بأنه التخلص من كل من يسوي فتن بين المجتمع. هذا واحد. اثنين، اللي يخون قيم مجتمعنا واللي يخرب عقل المجتمع واللي يريد يخرب بين الإيزيدية والعرب. هذا الدور كله يجي على كتاف الشبيبة، بأنه يكونون جاهزين بأي وقت بأي ظرف بأنه يوقفون ضد كل الهجومات اللي تصير هذا على إيزيدي لو على سنجار أو على العراق كلياتها. لازم يكونون جاهزين لهذا الشيء، لأنه هم الأساس بحماية الشعب. يعني هجومات اللي تجي على عوائل، مساعدة مجتمعنا بالأخص كقاطع حدودي. الحكومة ما تهتم بهذا الشيء. هذا الشيء تصير مهمة منهم، مهمة الشبيبة، بأنه هم يبادرون ويناضلون يحاربون مشان هذا الشيء، مشان حقوقهم ومشان كل شيء. مشان هيك نبارك لحركة الشبيبة ونتأمل بأنه يتقوون نفسهم أكثر، هذا من طرف النساء أو من طرف. سيروا ونحن على خطاكم إن شاء الله، وعيوننا دائما على الشباب، إنهم شباب المستقبل. دائما إن شاء الله نأخذ منهم نبذة تاريخية لأنهم هم جيل المستقبل. ونحن نقول كمجالس وعشائر وشيوخ ووجهاء في هذه المنطقة سوف ندعم مسيرتكم النضالية إلى أن تنتهي إن شاء الله بالنجاح والنصر، ويبقى لنا صوتا عليهم أن تكون عيونهم ساهرة قوات أمنية في هذه المنطقة لرد أي تعدي على منطقة سنجار أو عدوان على السنجار. والسلام عليكم. 3. تتخلص الفئة الشابة من الذهنية السلطوية وبناء الحياة الديمقراطية. 4. وضع طاقة الشبيبة بخدمة الشعب والوطن والتراب. مقاييس المبادرة وهي: ترى القائد الأممي عبد الله أوجلان قائدا معنويا لنفسها ولأجل حرية تقوم بالكفاح الدائم. 2.
تأخذ من الإدارة الديمقراطية في سنجار كهوية تنظيمية وسياسية لنفسه، وتقوم بالنضال لأجل تشريع الإدارة الذاتية في الساحة العراقية والعالم. 3. وحدات يعني تایبەتیش یان بێژن پشتی فەرمانی دناوا گەلێ عەرەبدا دناوا گەلێ ئێزدیدا بڤی شکلی یان بێژن تەنسیقێکی بڤی شکلی تایبەتی دناوا جوانن عەرەبدا جوانن ئێزدیدا تشتێکی یان بێژن پڕ کێفخۆشیەکی پڕ مەزنە ئەم بێژن bi taybetî jî bersivekî herî mezin e ji dijmin re ji bo navê ji ber em bêjin düşmin wisa kiriye em bêjin düşminiyatiyekî em bêjin pir em bêjin ew di nava gelê êzidî û gelê ereb de daye avakirin taybetî jî em bêjin di fermana 3/8/2014 de düşmin jî em bêjin bi zalebûn dixwaze em bêjin taybetî jî di nava